مفيش شغف ولا التزام الفتره ديت. بصوا يا شباب، لما كنت في ثالثه ثانوي انا او انتم حاليا في الفتره ديت، بتبدا اليوم بتاعك عادي خالص. بتبدا بسم الله الرحمن الرحيم، اروح الدروس بتاعتي فيزياء كيمياء احياء، باجي اصعب فتره اجي اخش البيت، تبص في نظرات اهلك وكميه التوقعات اللي هم شايفينها. ايه عملت النهارده؟ ايه كذا كذا. بتبص كده بتعرف ان هم نفسهم في الفرحه ونفسهم يشوفوك اللي انت عاوزه، اللي هو الدكتور المهندس او الكليه ومجموعه عايزين يفتخروا. فاهمني؟ انت تيجي تقوم قافل بوضع عليك، يا دي كلها توقعات عليا يا عم. ده حاجه تخوف، ده ضغط مرعب جدا. توقعات مين؟ ده انا حرفيا انا لسه جاي في امتحان معلش ربع الدرجه النهائيه ولا نص الدرجه النهائيه. طب انا ماشي كده صح؟ تفتح فيديو يوتيوب تسمع شخص، تسمعني انا، فتسمع غيري بتاع عمال يقول لك جدول ومراجعه وبتاع، وبتكتب انت معاه اول يوم تاني يوم تالت رابع يوم خامس يوم تمام، فيزياء نعمل كذا، انجليزي نعمل كذا. الجدول موجود، الوقت موجود، كل حاجه موجوده، مصادر المذاكره موجوده. تاخد الورقه تنام تصحى نفس السيناريو، تسمع فيديو لحد تاني بيقول لك جدول مراجعه بتاع. ما حدش بياخد خطوه لقدام في اللي احنا بنعمله. اللي يسمع الحته ديت والله العظيم يا جماعه انا مش بقول كده يعني، اكيد طبعا يعني مش بقول كده يعني لحاجه واحده بس، انا ادركت الموضوع متاخر. انا هتكلم معاكم الصراحه، ادام احنا متعودين دايما نكون صريحين كده في الفيديو بتاعنا. لو انت ما بداتش، لو انت تجمعك صفر، لو انت بتجيب في الامتحانات دلوقتي ربع الدرجه، بيكون تركيزك في كل حاجه ثانويه عامه، مجموع، درجه، كليه اللي انا عاوزه في الشهرين دول. هقول لك حاجه، امتى حطيت اولويه ربنا وصلاتك وعبادتك الاولويه على ده كله؟ ما عملتش. اسمع بس كلامي، ما عملتش عشان انا ما عملتش. في شهور مذاكرتي ده عامل انا بذاكر في نص المذاكره وبتاع وبسمع فيديو يا عم. طب الضوء العصر ده لا طب بص هكمل بس مذاكره وبعدين اروح اصلي العصر بس، معلش بس تمام خلاص هكمل مذاكره واروح اصلي العصر وكل حاجه. بدأنا من احنا متخيلين اللي احنا اصلا خلاص ثانويه عامه كليه وكل حاجه، نسينا اللي احنا عندنا حاجه اسمها ربنا. هقول لك حاجه، تعرف افضل فتره اقسم بالله كمان مره في ثانويه عامه هي كانت فتره ايه؟ شهر 5. تخيل انت في عز الضغط النفسي، في عز التوتر، في عز كل حاجه صعبه عليا، شهر 5 كان احسن شهر عندي والله العظيم. لان الشهر دوت انا بدات ادرك حاجه واحده بس، اللي انا كده راجع لربنا. مجموعي بكليتي بكل حاجه انا هعمل عليا، بس انا كده راجع لربنا في كل حاجه، هتحاسب عند ربنا وكل حاجه من دي. وده اكتر حاجه مريحه الواحد والله العظيم. مش هتقلق من امتحان من درجه من كل حاجه، لانك عارف في الاخر احنا هدفنا في الدنيا دي كلها دنيتنا واخرتنا. فهمت؟ فبسم الله الرحمن الرحيم ببدا اليوم بتاعي والله العظيم في شهر 5 صلاه الفجر. اطلع من صلاه الفجر باخد كوبايه القهوه بتاعتي، اطلع السطح في الهواء في الجو اللي بقى ما بين النهار والليل، قاعد كده بشرب كوبايه القهوه واعمل ايه؟ يا رب ممكن اوصل، يا رب ممكن اجيب الكليه والمجموع اللي انا عاوزه، يا رب ده انا بمر بفتره صعبه جدا، يا رب اديني القوه اللي انا اكمل كده يا رب. انا راجع لك بس يا رب ارزقني بس في الفرحه عشان خاطر اهلي، وعشان بس انا نفسي بجد ان انا احقق حاجه في المستقبل تفيد الناس قد كده تفكيري بصراحه يعني. فانا مش عارف يا رب يعني اذا كان انت كاتب لي الطريق مفيش مشكله يا رب، بس حتى لو دخلت اي حاجه تانية انا متاكد يا رب ان انا هبذل جهد في الموضوع وهبقى حاجه حلوه. دخلت في مهما كانت الكليه هبقى حاجه حلوه فيها، بس انا اعمل عليها يا رب، والنبي يا رب ارزقني. بس كنت دايما بتكلم عن الكلمتين دول كده مع نفسي ساعه فوق او ساعتين. تخيل انت بقى تضييع الوقت انت بتقول عليه دوت. اجي انزل اكتب الله يا جماعه كميه راحه نفسيه ولا اكني مخلص منهج الثانويه العامه والله العظيم. انا على فكره انا دلوقتي الساعه 6 ولا الساعه 5، انا بقالي ربع ساعه فوق جايب الكورس وقاعد لسه نازل من شويه. راحه نفسيه مرعبه. ببدا اليوم بتاعي خلص دروسي اجي واثق في نفسي وفي مذاكرتي، عشان انا قبل ده كله واثق في ربنا، ولا مالي دعوه بتقسيم ولا لا دعوه ان انا ما بداتش منهج وصفر تجميع في المنهج ادور على حاجه اسمها تقسيم والحاجات ديت، لا. لان ثقتي في ربنا. انا عارف ان احنا ضيعنا وقت معاك انا وانت، في شهور ممكن يكون ضيعنا وقت في المذاكره ما ذاكرناش، انتاجيتنا قليله، اهملنا باسباب، واهم حاجه بدون اسباب يعني ما تضحكش على نفسك، في اهمال كتير عندك. فبتقول لنفسك يا رب في عز الاهمال دوت يا رب هل انا هعرف اوصل؟ انا وصلت لمرحله ان خلاص الشك دوت مش موجود، وتثق في ربنا، لاني فهمت ان الاولويه لكل حاجه انا بعملها هي ربنا.
ربنا في ثانيه، معلش يعني لو انت كنت بجد مستواك صفر هيديك الطاقه انك في خلال شهر تخلص مناهج كلها. ربنا هيديك كل حاجه، بس نرجع لربنا. انا مش عايز اللي يسال السؤال بتاع هل في وقت عبد الله اللي انا ابدا اللي هو يسال السؤال كده وخلاص كده اللي هو بس كده بسال السؤال وبعدين اذاكر. لا، انا عايزك تسال السؤال ده ربنا وانت بتسجد كده. اسال السؤال ده ربنا. انا كان عندي دايما بيني وبينكم كده على اساس يعني انا قاعد بتكلم مع واحد صاحبي هنتكلم مع جيش كان في دعوه كده لحد دلوقتي ما بيطلعش من لساني يعني، يا رب اطلع الاول على الجمهوريه. بس مع اني اهملت ساعات كتير جدا يعني، انا مش هضحك عليكم يعني في اهمال كتير، بس كنت بقولها ومش مكسوف لانه وصلت مرحله انا واثق في دعوتي، واثق في دعوتي من ربنا. ملخص الموضوع، افصل لحظه من كل حاجه، ثانويه عامه، مذاكره، اصحابك، سوشيال ميديا، تليفون، اهلك معانا يعني. اقفل بس كده الاوضه عليك لحظه وانهي اليوم بتاعك. ابدا اليوم بتاعك صلاه الفجر، شم شويه هوا، كوبايه القهوه بتاعتك، وابدا اليوم بتاعك بعد قراءه طبعا كام صفحه من القران. وافهم ان ربنا واخرتنا هي اهم من الثانويه العامه. افهم الفكره دي بس عشان خاطر انت ممكن تقول ده حاجه واضحه اكيد يعني، بس انا لما تفهمها انت هترتاح في دنيتك. حرفيا حاليا دلوقتي مرتاح مهما عملت. انا عارف ان انا في الاخر هتحاسب وكل حاجه انا عملتها خلاص يعني، حرفيا سواء انت كنت دخلت ايه سواء انت دخلت ايه. افهم بس ان ربنا والله العظيم هي اهم اولوياتك الفتره ديت، وفي عز شهر 5 ان اصلا خلاص تفكيرك بتنام بتحلم بالثانويه العامه. افهم ان ربنا هو اولى حاجه في حياتك. الدنيا هتتيسر، الدنيا هتلاقي الدنيا مرتاحه جدا. هقول لك حاجه، ممكن تلاقي فيديوهات بدات وصلت ثانويه عامه من دلوقتي، بدات في شهر 5، بدات في شهر، انا معاك اسمع براحتك. بس انا اعتقد انا مش عارف يعني بصراحه لو حد بيقول لك كده ولا ايه، بس يعني الاولويه لربنا حرفيا. صلاتك عبادتك لربنا اهم من الثانويه عامه. تخيل يعني الكلمه واضحه، الواحد اصلا مكسوف وبيقولها، بس ده حاجه انت مش فاهمها والله ما انت فاهمها، لان ده الدليل. بتصحى بتفكر حاجه في ثانويه عامه، عشان كده انت مفيش راحه نفسيه، مفيش راحه بال، مفيش شغف، مفيش التزام، مفيش طمانينه. بتنام قلقان، بتصحى قلقان، عاوز شغف. نفس عميق. هنبدا اليوم بتاعنا من بكره صلاه الفجر، كوبايه القهوه، نطلع شم شويه هوا كده بتوع الفجريه، ونبدا اليوم بتاعنا بعد قراءه كام صفحه من القران. تمام؟ نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. غريب الفيديو شويه انا عارف، هبدا اذاكر دلوقتي وعايزين نذاكر مع بعض، بس بشرط انك تفصل وتبدا زي ما انا قلت لك بدايه اليوم بتاعك كده، وافهم اللي انا قلته لك. تمام؟ نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام.